المكانين دول بتوع فرايد تشيكن، والاثنين عاملين اعلانات ومكسرين الدنيا، فانا جبت الاثنين هانجر ستيشن وكرينكل عشان نجربهم ونشوف مين فيهم يستحق التجربه. وجبنا من عند الاثنين نفس الاوردر، من هنا جبنا وجبه قطعتين، ومن هنا جبنا وجبه قطعتين، ومن هنا واحد ريزو، ومن هنا واحد ريزو. انا اول حاجه هبدا بيها وهي الريزو، هنجرب الريزو من هنا والريزو من هنا ونشوف مين احسن. تعالى نبدا باللي مش عاجبني بتاع كرينكل، عشان رز بسمتي انا طالب واحد ريزو، فانت مطلعوا لي رز بسمتي ليه؟ هو بيكون فيها لبينو وفي فراخ وفي صوص التايجر زي ما انت شايف، ورز بسمتي والعلبه كبيره. تعال ندوق. فانا بالنسبه لي ده مش ريزو، ده فتة كريسبي، يعني عليها لبينو ورز بسمتي وفراخ طعمها حلو وصوص حلو، كل يعني العلبه حلوه، بس هي فتة كريسبي مش ريزو خالص. تعالى بقى نجرب هانجر ستيشن. انا شايف ان الصوص هنا اقل بس كميه الفراخ نفسها اكتر، والرز رز المصري اللي هو الفاهم اللي هو الريزو. تعالى ندوق برده. بص هقول كومنت غريب جدا، حلو الرز الصياديه جدا اللي انتوا عاملينه هانجر ستيشن، رز حلو قوي قوي قوي، بس هو رز سمك مش رز ريزو خالص. والان مع اهم لحظه في الفيديو، البيسز. تعالى نشوف. بص هو مبدئيا هانجر ستيشن بيجي معاه لقمتين، او يعني اللي هو عيش البرجر ده، وهنا بيجي معاهم الريتش بيك بيجي لقمتين، فدول مش مهمين خالص بالنسبه لنا. تعال ندوق فرايز هانجر ستيشن. عايز اقول لكم ان الاوردرات دي مش دليفري، يعني الاوردرات دي ما اتبهدلتش خالص، فالفرايز هي ساقعه، طبعا الجو ساقع وكل حاجه، بس هي مش متملحه ومش بتبهره. تعالى كده ندوق الكرينكل. هو عامل فرايز اللي هي كرينكل برضو متوفيه الى رحمه الله. هنا في سنه توابل بس هي نفس السكه، يعني الفرايز كده كده مش هنحكم عليها. تعال نسيبنا من البطاطس ونشوف الدبابيس. دبوسه هانجر ستيشن تحس ان هي اكبر سنه ولا انا بيتهيألي؟ عموما انتوا شوفوا، يعني دي هانجر ستيشن ودي كرينكل، فانتوا بقى احكموا وجربوا وشوفوا. تعال ندوق الاثنين. تعال نبدا بهانجر ستيشن. برضو الفراخ نضيفه قوي 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 قوي، هي التتبيله مش قويه، يعني مفيش تتبيله مميزه، في بهارات مميزه بس في قرمشه حلوه قوي. الفراخ نضيفه، ودي بالنسبه لي اهم بكتير جدا من ان تبقى التتبيله قويه. المهم ما يبقاش فيه زفاره ومش مزيته وجايه سخنه. تعال ندوق الدبوس بتاع كرينكل. هو عكس المتوقع، ده طعمه حلو وكل حاجه، بس انا عاجبني هانجر ستيشن اكتر عشان في ملحوظه صغيره على النظافه، هي نظيفه وطعمها ما فيهوش زفاره وكل حاجه، بس يعني لونها غريب شويه من جوه، انا مش عارف بجد ده ايه، والله مش حاسس فيها زفاره، مفيش اي زفاره برده، مفيش اي مشكله، بس لونها غريب جدا بالنسبه لي. يعني انت بص على الدبوسه هنا، بص على الدبوسه هنا اهم عشان يبقوا زي بعض، دي دبوسه هانجر ستيشن، دي دبوسه كرينكل. في فرق صح؟ انا اظن في فرق باين قوي، بس طعم كرينكل اجمد، يعني طعم التتبيله بتاع كرينكل كتتبيله اجمد بكتير. بص هو انا عن نفسي مش عارف بجد ارشح لكم حد المره دي، يعني هانجر ستيشن كفراخ نضيف جدا، كتتبيله قليل قوي، كرينكل كتتبيله جامد قوي، كنظافه انا مش عارف هو كده مش نضيف ولا لا، انا بجد مش قادر احكم. فانا حطيت لكم كل حاجه قدامكم، انتوا اختاروا، انا مش هقول لكم ارشح لكم مين بصراحه. بس كده ده كان ريفيو على السريع، كان معاكم هوبا. قولوا لي اجرب مين تاني وعايزين مقارنات تاني ولا لا. سلام عليكم.